النهارده هنعمل احلى واجمل قرص فلاحي. طبعا في الجو البرد ده كلنا بنحتاج حاجه كده ايه تدفينا يعني. فهنعمل النهارده القرص الفلاحي بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه احنا طبعا كل الطلبات دي عندنا في اي بيت. تمام، 3 كوبايات ونص دقيق، نص كوبايه سكر، نص كوبايه لبن، كوبايه الا ربع من الميه. طبعا اللبن بتاعنا ده خدنا القشطه، معلقه كبيره من القشطه، معلقتين سمنه. عندك زبده حط معلقتين زبده، عندك زيت حط معلقتين زيت. تمام، ومعلقه كبيره من الخميره. هنبدا نعمل هنستخدم ايه بقى. اول حاجه هنجيب كوبايه الا ربع من الميه، هنحطها في الوعاء. تمام، وهنحط عليها نص كوب من السكر. كتير السكر لسه لا لا لا، ده كده مظبوط. هنقلب بقى ايه، هنقلب السكر، جايب الوعاء، هنقلب السكر مع الميه كده. تمام، وبعد كده هنحط معلقه كبيره من الخميره. تمام، ليه بنعمل الطريقه دي؟ عشان الخميره تختمر. هنسيبها كده ربع ساعه كده عقبال ما نجهز العجينه بتاعتنا. احنا بنعمل الطريقه دي بنحط الميه على الخميره عشان الخميره تختمر. هنسيبها كده ربع ساعه عقبال ما تختمر. تمام، هنفضل نقلب كده شويه. ده شكله. بعد كده بقى نبدا نجهز العجينه. اول حاجه هنجيب نسيتي يا سلمى؟ هنجيب 3 كوب من معلش يا جماعه عشان سلمى لسه مبتدئه في المطبخ. ايوه، 3 كوب من الدقيق. ادي كوب 2. تمام، لا 3 كوب من الدقيق. تمام، ونحط عليهم نص معلقه من الملح. هي سهله وبسيطه ومش محتاجه يعني اي حاجه، وكل الطلبات دي موجوده عندنا في اي بيت. دي موجوده، كل الحاجات دي ايه موجوده. تمام، بس حطيتي ملح كتير يا سلمى. نص معلقه، لازم نص معلقه من الملح. ونقلب كده مع بعضه، وبنحط 3 كوب ونص من الدقيق ونص معلقه من الملح. تمام، وبعد كده بقى بنبدا بقى نضيف ايه، هنحط معلقتين من السمن او معلقتين من الزيت، ده اللي موجود عندك في بيتك هتحطيه. احلى قرص بتاكلوها من ايد سلمى مرات ابني يا جماعه. دي امي وحبيبتي يعني وصاحبتي وكل حاجه ليا والله بالنسبه لي. هنحط معلقه من القشطه معاهم، معلقه كبيره من القشطه. يعني احنا لو حطيناها كده في المعلقه هتلاقيها معلقه كبيره من القشطه. تمام، وهنحط معلقتين من الزيت، معلقتين من الزيت ومعلقتين من السمن. عايزه تحطي كله سمن ماشي، عايزه تحطي كله زيت ماشي، عايزه تحطي عندك زبده هتحط 4 معالق زبده ماشي، على حسب ايه كله ماشي. كل حاجه موجوده عندك حطيها. 1 2. تمام، وبعد كده بنجيب عندنا اللبن، كوبايه اللبن اهي. هنحط عليها، لازم اللبن ده يبقى رايب او زبادي او اي حاجه. فاحنا بنحط نص معلقه الخل دي عشان يبقى زي كده ايه الرايب يعني كده. تمام، او معلقه خل. تمام، وبنقلب كده. الخل ده بقى على اللبن بيريب. وبنحط على العجينه بتاعتنا اللبن، وبنفضل بقى ايه شمر واعجن. تفضل اعجن لحد ما يطلع لك صاحب. انت تفضل تجري كده لحد ما العجينه ايه تبقى طريه كده وتبقى ناعمه كده، وطبعا ما يبقاش في اي نقطه دقيق في البوله. ونفضل بقى ايه نعجن 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 ونفرك عشان تطلع مننا مفروك. ايوه اهم حاجه نفروك. فاهم انا صح؟ نفرك كده صح يا ماما؟ ماما دي يعني ملكة المعجنات، ملكة البسكوتات، ملكة. احنا نفتح لها احسن محل حلويات والله، خسارة والله يا ماما. ونفضل ايه نفروت كده ونعجن بقى. تمام، طبعا احنا ايه سيبنا الخميرة لحد ما تختمر. هنحط الخميرة على العجينة بتاعتنا الجميلة دي هنا كده، ونفضل الخميرة والسكر بتاعنا. هناكل قرص يا سلمى النهارده؟ ايوه احلى قرص. ماشي يا سلمى. ونفضل بقى ايه نقلب كل الكلام الحلو ده. احتاج الدقيق معاكي زود الدقيق عادي، مش مشكله. اديها دقيق يعني. اديها دقيق تاني. وقف يا محمد لحظه. واحنا دلوقتي بنعجن العجين كده، ونفضل بقى نلف ونعجن ونلف. تمام، افتكر انت اي حد منقذه منه واديله كده بالبنيه. تمام، عشان اللت ولا عجن بتاع الحقيقي. تمام، لحد بقى العجينه خلاص قربت تتعجن، لحد بقى
نمسك كده العجينه كده معاها تكون كده طريه كده، وتمسكيها كده طريه كده وما بتلزقش. تمام كده العجينه اتعجنت. هنسيبها بقى تختمر لمده 40 دقيقه. تمام ده شكلها، ده شكلها بعد ما العجينه اتعجنت، ده شكلها. تمام هنسيبها تختمر لمده 40 دقيقه. خلاص نطفي. هنسيبها دي بعد ما نشكل اهي العجينه، نعملها كده تبقى ايه مش بتلزق كده في ايدينا. احنا نعملها كده مش بتلزق. تمام نجيبها ونحطها هنا. تمام كده، وهنقسمها على 16 قرص. يعني المقادير اللي احنا حطيناها دي تعمل لنا 16 قرص. تمام بالسكينه كده. بعد كده هنمسك كل كورة زي كده وبنكورها، ونبدأ بقى ايه نلف الكورة كده نكورها زي ما حضراتكم شايفين كده. ايوه ايوه تمام. على الحال ده بقى ايه في كل القرص كده ونطبطب عليها كده تبقى كده. هنمسك كل واحدة وهنعملها نفس الموضوع ده. هنمسكها كده وهننزلها لتحت كده ونقفلها من تحت كده وهنطبطب عليها كده. تمام وهكذا الباقي كل واحدة هنعملها بنفس الطريقة. هنمسكها وهنكورها وهنطبطب عليها كل واحدة بنفس الموضوع ده. تصور الحتة دي، تصور الحتة دي. صورني وانا بكورها. قرب 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 عليها، قرب عليها عشان اشوفها كده. تمام وبنحطها وهكذا الباقي. نمسكها كده هنا هي الحته دي، هنمسكها كده وهنكورها كده كده اهو كده اهو. بعد كده بنقفلها من هنا تبقى بالمنظر ده كده. ايوه كده. وهكذا الصواني التانية هنمسكها كده. بص هنا هنكورها كده، بص هنا كده وهنعملها كده. كله بقى ايه على الحال ده. هنمسكها وهنكورها زي ما حضراتكم شايفين. هنمسكها وهنقلها وهنكورها وهنعملها كده. تمام وهكذا هنا هنمسكها وهكذا كل بقى الحال.
عشان ندهن الصينيه زيت. نحط كل العجين هنا عشان ندهن الصينيه زيت. تمام كده. ونمسك الصينيه ونحط عليها زيت. هات الحته دي وانا بدهن زيت، وهدهن هنا زيت عشان هندهن الصينيه زيت. بعد ما دهناها زيت هنمسك بقى ايه عادي، هنمسك بقى ايه، هنمسك بقى عجينة كده، أول عجينة ونحط هنا نقطة زيت. تمام، نمسك كده العجينة ونحطها هنا. تمام، وهنفرشها بإيدينا كده كده على حسب حجم القرصة بقى اللي انت ايه بتحتاجيها. تبقى بالمنظر ده هتتحط ايه هنا، وهكذا الباقي بيتفرش كده على حسب حجم القرصة اللي انت بتعمليها. هات ايدي انا بعمل كلها تبقى في سوا واحد. تمسكيها كده بالراحة تحطيها كده، وهكذا هنا برضو هتهدي هدي هدي هدي. تمام، وهكذا كل العجين نعمله على الحلة. نجيب كده نعملها كده بإيدينا. تمام، نحط كده. تمام كده برضو. وهكذا كل العجين على الحلة. كده لحد ما يبقى بالمنظر ده. تمام، هنعمل اقفل يا محمد، اقفل. هنعمل باقي على الحلة اهو كده. تمام، هات الصينية تاني. ماشي، وبعد كده هنسيبها تختمر لمدة ساعة. بالشكل ده هنسيبها تختمر لمدة ايه ساعة بس. اطفي.
ارفع ايدك شويه لفوق ونظبطه. هات درجه الحراره بس كده تمام. ده اصلا عادي مش مهم. هاتي وشات وشنا بعد كده. واحدة ان شاء الله. كانت اخر واحدة هناخدها. يلا تعالى تعالى معايا تعالى معايا تعالى معايا الفرن. وهنقفل عليها الفرن. تمام.